مساء السعادة. ازيكم حبايبي؟ معاكم ماري انور. جاي لكم النهارده فيديو اقتصادي جدا. هنعمل مع بعض الكايزر الاقتصادي. صدقوني بسيط جدا ومكوناته موجودة في كل بيت، وعملناه من غير سمنة ولا زبدة ولا لبن ولا بيض، شوية دقيق وشوية مية عملنا أحلى كايزر. شايفين؟ حلو قوي، عامل زي الكيك، خفيف وهش وكمان فيه لبن من جوه. حلو قوي، هيعجبكم. بس استنوا، اوعوا تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. يلا نشوف الطريقة. يلا بسرعة الفيديو، يلا بينا. وأول حاجة مع بعض حبايبي هنختبر الخميرة. لو واثقة منها اشتغلي على طول، بس بحب أعمل الخطوة دي أضمن نجاح العجينة. هنجيب كده بولة، نحط فيها كوباية ونص مية دافية. أنا هنا خدت كوباية وربع وعزلت ربع كوباية هنستخدمها في العجن بتاعنا. بعد ما حطيت المية هنزل عليها بمعلقة خميرة فورية، معلقة كبيرة مليانة، ونفس المعلقة معلقتين سكر، وأقلب الخميرة مع المية مع السكر لحد ما آخد الرغوة اللي على الوش دي. شايفين الفقاعات دي؟ ده معناه إن الخميرة نشطة. كده أشتغل وأنا مطمنة. تمام. بعد ما عملنا بقى الخطوة دي هنكون مجهزين مع بعض ربع كوباية زيت، يعني أحط تلتينها وأخلي حوالي معلقة أو معلقتين. هقول لكم في الفيديو هنستخدمها في إيه. واقلب الزيت مع الميه مع الخميره مع السكر، وبعد كده اكون مجهزه 4 كوبايات دقيق نخلاهم مره واتنين. انا هنا مش بشرب بدقيق معين، بقول دقيق لجميع الاغراض. تروحي عند العطار تقول له عايزه نص كيلو دقيق لجميع الاغراض. تمام. بعد ما نخله انزل على الخميره بتاعتي وعليها رشه ملح، يعني بمعدل ربع معلقه ملح صغيره، واقلب كده لحد ما ابدا ان انا اعجنها بايدي. طبعا كل حبايبي ومتابعيني عارفين انا بحب اعجن بايدي، مع العلم ان العجان موجود عندي بس مش في كل بيت في عجان، وكمان المقدار ما يستاهلش ان انا اشغل عجان. دول 4 كوبايات دي. شايفين كده؟ ابدا الم العجينه بتاعتي، المها واشبعها بالميه لحد ما اوصل للمرحله دي. تمام. كده انا لميتها. لازم تكون ملزقه معايا بالشكل ده، ولازم اعمل الخطوه المهمه دي اللي هي افضي العجينه على الرخامه زي شغل الافران بالظبط. ده السر، يطلع معاكي كايزر حلو وهش عامل زي الكيك. في المرحله دي لو تفتكروا كان معانا ربع كوبايه ميه من مقدار المج ونص بتاع العجن. هي دي هحطها كده في طبق واسع وابدا ابل ايدي وابدا اعجن في العجينه لمده لا تقل عن 10 دقائق. هنا الخطوة دي مهمة جدًا لنجاح العجينة، تيجي عجينة ناعمة وحلوة ونتيجتها في الآخر زي ما شفتوها معايا أول الفيديو. لو لاحظتوا حاجة هتلاقوا العجينة متقطعة وفيها عرق، لأ أنا عايزاها تكون ملسة وكمان مخدومة حلو عشان آخد نتيجة حلوة في الكايزر بتاعنا زي ما شفتوا أول الفيديو. تمام. كل شوية أبل إيدي مَيّة وألِم عجينتي لحد ما آخد عجينة ما فيهاش أي تقطعات وما فيهاش أي عروق، يعني عجينة ناجحة بالشكل ده. شايفين كده؟ اختلفت خالص، خالص عن أول ما بدأت إني أعجن معاكم. كده خلاص أنا هالمّها وهاعمل خطوة مهمة جدًا. شايفين بُصّوا أنا عاملة إزاي وطرية إزاي؟ سيبها حوالي دقيقة على الرخامة وبعد دقيقة أرجع لكم، وبعد دقيقة ارتاحت معايا هابدأ إني أعجنها 20 ثانية وهانزل عليها بمعلقة زيت من معلقتين اللي أنا عزلتهم من مقدار ربع مَج زيت أنا وباعجن. أعجنها كده شمال ويمين، طبعًا مش زي أول مرّة لإني في أول عجن عجنتها لمدة 10 دقايق اديت لها حقها في العجن، وده أهم خطوة في العجين الناجح. تمام. بس عايزة أوريكم شكل العجينة النهائي شكلها عامل إزاي. ده اللي أنا عايزاه، تكون ناعمة وملساء. نبدأ نخمّرها مع بعض. هنجيب بولة كده أو طبق نحط فيها شوية زيت ونحط العجينة وندهن وشّها زيت. وشّها ليه؟ عشان لمّا أغطيها بستريتش زي كده ما يلزقش معايا لمّا يخمر، واحطها في مكان دافي ربع ساعة أو نص ساعة حسب الجو. بعد ما تخمر هارجع لكم. خدت معايا حوالي ربع ساعة إن الجو حَر. شايفين الاسترتش بيطلع معايا بمنتهى السهولة إني دهنة وش العجين زيت. تمام. هاعمل هنا حركة هتزعل الناس كلها مني، هابدأ أفضّي الهوا بتاع الخُمر. ليه؟ لإن ما ينفعش يكون العجين معايا خمران وأقطّعه، هيدّيني مخبوزات من جوّه فاضية، ما فيهاش لِبّة إن أنا آكلها، هي ما فيهاش عجين مش محمّلة، لازم تكون فاضية. بس هنا مش باعجن كتير، لأ أنا بافضّيه بس وألِم عجينتي. شايفين العجينة جميلة إزاي؟ النتيجة ناجحة 100%. تمام. هنا بقى نبدأ نقطّعها مع بعض، هنقطّعها مع بعض بطريقتين. طريقة المَج وهاوريها لكم زي ما عودتكم، طريقة سهلة جدًا وكل بيت فيه مَجّات. هنجيب كده مَج وشه واسع شوية وندهن الوش زيت ونبدأ نقطّع بالشكل ده ونلِف على الرخامة. أخدت شكل الكايزر. شايفين؟ والطريقة بقى التانية
لو أنتِ مش عارفة تقطّعي ممكن بسكينة أو قطّاعة العجين زي ما أنا هاعمل. طبعًا أنا عندي قطّاعة العجين كده هاقطّعها بالشكل دوّة، وبعد كده أقطّعها قطع صغيّرة زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو. هنقطّعها كده ونبدأ نلمّها زي سُرّة، والجزء اللي لمينا منّه هنحطّه على الرخامة ونلفّه بإيدينا بالشكل ده. شايفين؟ حلو جدًا، جدًا. طبعًا هاقطّع كل الكمية بنفس الحجم ونفس الشكل. شايفين كده؟ ما خدش معايا وقت خالص، خالص. طبعًا ادّتني كمية 4 كوبايات دقيق، ادّتني كمية حلوة، عملت لي صاجين، فردتها زي القرص كده أو زي الكايزر واسيبها حوالي 10 دقايق وهارجع أوريها لكم. وبعد ما ريّحته 10 دقايق خمر معايا بالشكل الجميل ده. هاكون مجهزة بخاخة المعجنات، دي بخاخة فيها مَيّة خاصة بالمعجنات، وهارُش وشه عشان أرُشّه كمان بالسمسم أو حبّة البركة. هنا إحنا قُلنا في أول الفيديو ما استخدمناش ولا لبن ولا بيض، اللي هيثبّت السمسم هي المَيّة، وهتدّي له لون دهبي جميل زي ما شُفتوا أول الفيديو، وأدي الجزء بحبّة البركة. طبعًا من بدري مولعة الفرن على درجة حرارة 200، هادخّله على الرف الوسطاني، الفرن شغّالة من تحت، وهارجع أورّي لكم بعد ما يستوي معايا. وأدي الكايزر بتاعنا لمّا طلّعناه من الفرن بعد 10 دقايق، واخد لون جميل أوي، أوي من فوق. شايفين؟ من غير لبن ولا بيض، وطري جدًا، جدًا، وفعلًا، فعلًا يستاهل التجربة. ده اللي بالسمسم وده اللي بحبة البركة. شايفين قد إيه كمية من 4 كوبايات؟ وفّرنا كتير جدًا. برّه بيتباع الكايزر الكبير ب3 جنيه والصغير ب2 جنيه، إحنا عملنا الكمية دي كلّها ب4 كوبايات بس. هنا عايزة أوريكم بس لونه من فوق ومن تحت، واخد لون دهبي جميل أوي. طبعًا أنا دخّلته على الفرن من تحت في الرف الوسطاني، ما ولّعتش الشواية خالص، خالص. بجد ريحة المخبوزات في البيت جميلة وخير وحلوة أوي، أوي. وكمان آدي معانا بُصّوا، بس هو لسه سخن شوية، المفروض ما يتشالش من الصاجان إلا أمّا يبرد خالص. شايفين طري إزاي؟ عامل زي الكيك خفيف ومحمّل من جوّه مش فاضي، حلو أوي. يبرد بس وهاوريه لكم شكله إيه ونفتحه مع بعض. وبعد ما برد معانا ده شكله، شايفين؟ الكايزر طري جدًا وكبير ومحمّل، لونه حلو أوي، أوي. شايفين عامل زي الكيك، لإن إحنا عملناه بخطوات ناجحة زي الأفران بالضبط. عايزة بس أفتح واحدة معاكم وأوريكم شكلها إيه من جوّه، قد إيه هي طرية ومحمّلة مش مفرّغة. حركة إن إحنا فضّينا الهوا من الخميرة في العجين في الأول ادّتنا النتيجة الروعة دي. يالّا بقى الحقوا اعملوها على طريقتي، ب4 كوبايات دقيق عملنا الكمية دي كلّها. فعلًا كايزر اقتصادي من غير سمنة ولا زبدة ولا لبن ولا بيض. وما أخدش معانا وقت خالص، نتيجته جميلة وناجحة جدًا. يالّا بقى اعملوها على طريقتي، وأتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على الكل، ومش مشتركين عندي تشتركوا وتنوروني وبألف هنا. وباشكركم جدًا. مع تحياتي ميري أنور من قناتي، وباقول لكم سلام.